طيب كل شويه ننام ونصحى في البيت على خناقه وصوت قد كده بين الاهالي والاطفال، ليه؟ الولاد طبعا ماسكين الموبايل والتابلت والبلاي ستيشن والكرتون ولازق في ايديهم ومستحيل يسيبوه. مفيش اي حاجه يا جماعه بتغريهم قد البلاي ستيشن، قد الموبايل اللي في ايديهم وقد الكرتون اللي بيشوفوه. لكن المشكله ان محدش فينا فكر ازاي نخلي اطفالنا مبدعين، ازاي نخليهم يعني عندهم خيالهم واسع كده ويتخيلوا ويبتكروا، ازاي نحببهم في الفن ونعلمهم يرسموا وينحتوا، ازاي نفهمهم ان ده احلى بكتير وافضل علشان يكون عندهم قدرات على الابداع والتخيل، وازاي نمنعهم من التواصل مع الاجهزه الالكترونيه دي طول الوقت اللي للاسف بتسبب مرض التوحد. هنتكلم النهارده عن حاجات حلوه جدا هتهمكم وهتهم اطفالكم مع ضيفنا اللي هيخلينا نشوف الاطفال دي ازاي نغيرهم، ازاي نخليهم يكتسبوا مهارات جديده. هو متخصص في المهارات اليدويه وفقط، محمود رضوان. صباح الفل. صباح النور. صباح النور. عامل ايه؟ انا شايفه حاجات، بص انا شخصيا كبيره كده وطويله كده منبهره والله يعني حاجات جميله. طيب عايزه اقول لكم بس حاجه، ان الحاجات الحلوه اللي على الترابيزه دي ده تين صلصال، ما تسالنيش ازاي بس هنفهم دلوقتي. تين صلصال ومش بيعجن، اكيد هتقولوا كده زي ما انا قلت صح؟ ازاي بقى يا محمود؟ احكي لي ايه قصه الحاجات دي. هو بس الصلصال انواع كتير قوي، في دو وفي بلاستيسين وفي بوليمر كلاي. ده بوليمر كلاي صلصال حراري، حاجه زي الطينه كده بس يعني متطوره كتير قوي، بتدخل الفرن و يعني حاجه قويه كتير قوي عن الصلصال مش زي اللي بيعجن اللي بنجيبه لاولادنا. لا حاجه مختلفه. طب والاطفال برضو بيعملوه معاك؟ بيعملوا في منه نوعين، في منه نوع طري وفي منه نوع يعني ناشف شويه. النوع الناشف طبعا اكيد ما بنشتغلش بيه مع الاطفال، لكن الطري بنشتغل بيه مع الاطفال عادي. طيب محمود، احنا طول اليوم عندنا مشاكل كتيره في البيت، انه انا بنتي مثلا قاعده طول النهار قدام الموبايل كده لدرجه ان انا بقيت اعمل له مواعيد، زهقت. طبعا في خناقات بس ده بيحصل في كل البيوت طبيعي. ما مش بيحبوا حاجه تانية. ازاي نحببهم في الكلام ده؟ ازاي نخليهم يستغنوا عن التكنولوجيا دي ويبتدوا نوسع مداركهم كده؟ لا، هو ان هم يستغنوا عن التكنولوجيا افتكر لا احنا محتاجينه اكيد لوقت. طب بالظبط، لكن الفكره كلها ان هم يستخدموه بشكل امن عشان خاطر يبقى لطيف. لكن الفكره كلها مثلا هنمسك نقطه من الحاجات التكنولوجي، ان هم لما بيمسكوا التاب بيلعبوا العاب، فالالعاب اللي موجوده تقريبا شبه قتاليه والعاب ضرب وحاجات زي كده، فبتولد عندهم العنف، فتبقى حاجه مش كويسه. تمام. بلس كمان زي ما قلتي في بدايه الكلام، فكره ان هم بيصابوا بالتوحد نتيجه ان هم بيقعدوا كتير جدا منعزلين عن المجتمع اللي حواليهم، صح. فبيصابوا بامراض بقى كتير جدا، التوحد والانطوائيه والعنف بقى والحاجات دي كلها. فطبعا دي كارثه. فطبعا بالنسبه للصلصال او الرسم او الموسيقى او حتى الالعاب الرياضيه بتفيد جدا الاطفال في ان هي بتخليهم ينتقلوا من ان هم ناس بيستهلكوا لناس منتجه، ان هي بتعمل حاجه فعلا بايديها، فده في حد ذاته بيبقى انجاز ضخم جدا. طيب انت ازاي بتنمي المهارات دي عندهم؟ يعني هل انت عندك مكان مثلا؟ هل الامهات بتيجي تشتكي لك فانت بتعالج الموضوع بطريقتك؟ يعني فاهم بتعمل ايه؟ احكي لي كده. يعني لو قلت لك بنتي هتعمل لها ايه؟ الامهات بتشتكي، ده اكيد الامهات بتشتكي. دي نقطه موجوده مهمه، بس هي الفكره كلها الامهات دايما بتشتكي هو الطفل شقي، الطفل شقي، الطفل شقي. طب هو لازم يبقى شقي؟ بالعكس، ده الطفل لو مش شقي يبقى في مشكله، في حاجه كده لازم تتحل. فان الطفل شقي معناه ان هو عنده باور، عنده في اكتف كده جوه مخه في شويه حاجات كده كتير قوي من خلايا متحركه، فمحتاج يستغلها، مش محتاج يقعد على كرسي. هي مشكله دايما مثلا في فصل لو في طفل قاعد يعني هايبر جدا، تلاقي مدرسه عاديه وممكن تعاقبه. لا، هو عايز يتحرك، هو مش عايز يتعلم وهو قاعد، عايز يتعلم وهو بيتحرك. يعني عايز مثلا وهو بيتعلم الحروف يرسمها، يلونها، يكتبها، يقوم يعملها مع بعض مع اصحابه مثلا في الجاردن او كده. فلا يعني احنا ما عندناش استيعاب فكره ان الشقاوه دي حاجه مفيده، ان ممكن نستغلها بشكل مختلف. طب انت بتعمل ايه بقى جنب الشقاوه بقى وجنب التكنولوجيا؟ لا انا شقي، ده طبيعي، انا شقي برضه حتى انا بحب العب صلصال من وانا صغير جدا، بس الموضوع اتطور معايا ان انا قررت ان ده يبقى الكارير بتاعي اللي اشتغل فيه. عملت فيه شويه دراسات كده تخص المجال الاطفال، لان الصلصال في مصر للاسف مش منهج بيتدرس. بس عايزه اقول لك ان هو اللعبه المفضله عند كل الاطفال. عند كل الاطفال يعني تشتروا ايه؟ بليدو، تشتروا ايه؟ والله كل الاطفال بيعشقوا الصلصال حقيقي. هو طبعا هو الصلصال، اصل الفكره كلها ان الصلصال بيلعب على النقط الحسيه اللي موجوده في الايد اللي متوصله بالمخ، بيعمل زي فرح داخلي كده من غير ما هو ياخد باله اصلا يعني. فطبعا دي في حد ذاتها تبقى انجاز ضخم جدا.
فدي الفكره كلها. احنا عملنا منهج وسجلناه في حمايه الحقوق الملكيه الفكريه في مصر هنا، كان اول منهج في الصلصال في العالم كله حقيقي لتعليم الاطفال. فطبعا دي كانت حاجه كويسه ان احنا نقدر نربط ما بين الاطفال كمنهج تعليمي حقيقي موجود فيه معلومات مهمه علميه واللعب. دي كانت في حد ذاتها كانت حاجه لطيفه بالنسبه لنا. فكره بس ان الطفل حتى ان هو يعمل اللعبه اللي هو شايفها، يعني هو يشوف مثلا كاركتر كرتون في التلفزيون يعمله حتى لو مش شبهه مش مشكله، او يعمل مثلا سمكه يعمل حاجه، بس ما يبقاش عايز يشتري حاجه جاهزه. فبقت الاطفال تروح تشتري البلاستيسين من المكتبات وتيجي تعمل الشكل مش شبهه مش مشكله، بس اهم حاجه ان هو قرر انه يعمل ده بالظبط كده. زي ما احنا شايفين. انا عايزاك تكلمني برضه على حاجات مغريه جدا، مش عارفه اتكلم على ايه ولا بس انا شايفه فنان عادل امام، شايفه فطوطه صح كده؟ مظبوط. فانوس رمضان وميكي وميني، حاجات جميله. كلمني عليهم، يعني ازاي بتطلع لوحه فنيه زي كده مثلا؟ هي الصلصال الحراري الميزه اللي فيه مختلفه عن الصلصال العادي، ان انا بقدر احتفظ بالاشكال. يعني وانا صغير كنت دايما اعمل اشكال وللاسف بتبوظ. لكن الصلصال الحراري احلى حاجه فيه ان انا بعد ما بعمل الشكل بدخله الفرن، وبعد كده بيبقى ناشف، بيبقى صلب جدا فما بيتكسرش، فبقدر احتفظ بيه لمده اطول. طبعا ده في حد ذاته بيبقى انجاز. اقدر اعمل بيهم بقى معارض. يعني دايما كنت بعمل معارض لمنمنمات حاجات صغيره بس كانت بتبوظ مع وقت طويل، لكن دول بيعيشوا، فده في حد ذاته حاجه لطيفه بالنسبه لي جدا. انت عارف انا يعني شايفه من بدري. ملون وجميل. انا بفكر في حاجه انه انا يعني لو طفل قاعد وقعد معاك خطوه بخطوه يعمل حاجه جميله كده كلها الوان واحلى من كده كمان وسهله جدا على فكره جدا، وبيعملوا حاجات احلى من كده، خطوات بيفضل معاك فيها. لا انا شخصيا لو بعمل حاجه وطلعت بالحلاوه دي في الاخر ورحت حملاها ميداليه وبقيت ماشيه بيها، هحس ان انا فرحانه بيها بالظبط. احنا بنعمل كده فعلا، هحس ان انا انجزت عملت حاجه. احنا سمر كامب بتيجي اماكن كده كتير. ده حقيقي فعلا. انا بقى عايزاك تحكي لي شعور الاطفال ايه لما بيقعدوا جنبك يعملوا حاجه زي كده وفي الاخر تعملها لهم ميداليه كده، اخدوها حاجه هم عملوها، هم اطفال يعني حسوا بانجاز. طبعا انبهار. هي الفكره كلها عندهم شعور ان هو تعب في حاجه وشاف نتيجتها على طول. بالظبط. كان مثلا فلاح زرع الارض دلوقتي وبعد ما زرعها طلعت الثمره على طول وهو واقف، فطبعا الشعور هو ده بالظبط الشعور اللي هم بيحسوا بيه. فطبعا يعني لا بيبقوا مبسوطين جدا، مبسوطين لدرجه يقول لي ايه ده انا عملت دي، ويبقى مبسوط مش مصدق نفسه. يعني هو اصلا مش مصدق ان هو قاعد ان هو اللي عمل الحاجه دي، فطبعا دي حاجه انجاز يعني. طب محمود، انت بتعمل ايه تاني غير تين صلصال؟ يعني الاطفال لما يجوا لك المكان بتاعك انت بتقدم لهم ايه كمان؟ بتساعدهم على ايه علشان توسع خيالهم وتساعدهم ان هم يستخدموا شويه ايديهم؟ والله انا عملت 3 كورسات مهمه جدا للاطفال، انا شخصيا مريت بيهم في حياتي كمراحل تعليم مع الاطفال. المرحله الاولى ان احنا بنلعب مع الاطفال عادي كبيزكس اساسيات صلصال، بعد كده بنعمل معاهم تماثيل بصلصال بحاجه اسمها كركاز، بعد كده بنعمل معاهم افلام انيميشن. دي بتبقى اصعب حاجه عندهم ان هم يتعلموا ازاي يعملوا افلام انيميشن بصلصال. الله الله، بجد انت مش متخيل انا فرحانه ازاي يعني ما بالك بقى الاطفال. يعني شكرا يا محمود، وانت بتعمل حاجه حلوه جدا ان انت بتحاول تعمل حاجات يمكن امهات كتير صعب عليهم ان هم يساعدوهم فيها، فدي حاجه كويسه. غاليه الحاجات دي خالص والله ابدا خالص. زمان الامهات بتسال. لا والله خالص ابدا مش غاليه، يعني اللي يجي لك الموضوع يعني مناسب. ارخص من الشيبس، يعني ارخص من الحاجات الشيبس اللي الاطفال طب ده احسن لنا كتير. شكرا يا محمود، بشكرك على كل حاجه بتفاصيلها والحاجات الملونه الجميله المبهجه دي على الصبح، وان شاء الله يا رب تفرق فعلا في حياه اطفالنا. نورتنا.